عندما تجد السيارة، انظر عند إطار المقدمة الأيمن، ستجد مفاتيحا. افتح السيارة وخذ الحقيبة. هذه واحدة من الرسائل التي ترسل إلى مجندي داعش الجدد، وهي من المدربين الافتراضيين الذين يبعدون آلاف الكيلومترات بحسب ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز. ففي تقرير صحفي نشر مؤخرا، فإن الصحفية روكميني كاليماكي أشارت إلى أن هجمات الذئاب المنفردة لم تكن جميعها كذلك، إذ أنها وجدت بأن الإرهابيين يستخدمون تطبيقات مشفرة وتعليمات واضحة لتوسيع انتشارهم من سوريا والعراق إلى جميع متابعيهم على الإنترنت حول العالم. يتواصلون عبر الإنترنت إلى مجتمعاتنا ويقومون بالتحكم بالشخص وكأنه دمية لتنفيذ الهجوم. في بعض الأحيان يقدمون كل شيء، حتى الطلقات النارية اللازمة لقتل الضحايا. ولا يصف المسؤولون والمحللون هذه الإجراءات على أنها بتوجيه أو إلهام من داعش، فهي معروفة باسم مؤامرات مفعلة من داعش، مثل تلك التي وقعت في مقهى ببنغلاديش العام الماضي، والذي راح ضحيتها 22 شخصا، وإطلاق النار في تكساس عام 2015 وقتل فيه شخصين. ومنذ 2015 كانت هناك على الأقل 10 مؤامرات مفعلة من داعش نفذت من إندونيسيا مرورا بباريس وألمانيا وحتى الولايات المتحدة. وبالنسبة لداعش فإن هذه أرخص وأسهل توجيها، لكن تكتشف في كثير من الأحيان بعد الإمساك بالمشتبه بهم. وملفات التحقيق التي حصلت عليها نيويورك تايمز كنز من التفاصيل. ملفات التحقيق تظهر مقاله المهاجم الذي نجا للشرطة بجانب تقارير مفصلة مما تم العثور عليه في هواتفهم الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. في 2014 سعى داعش لتفعيل هجوم في حيدر أباد في الهند، وقال محققون إن مجند داعش محمد إبراهيم يزداني فصل لاحقا 17 شهرا من تعليمات المتآمرين الافتراضيين. في عيد الميلاد لعام 2015 تواصل إيمانويل لوتشمان من روتشستر نيويورك مع داعش على الإنترنت. بعدها بقليل صدرت تعليمات إليه بتنفيذ هجوم رأس السنة الجديدة في مسقط رأسه. في غضون 6 أيام انتقل من التحدث مع من يتعامل معه إلى الموافقة على القيام بالهجوم، ليذهب إلى وولمارت لشراء فأس يستخدمها لتقطيع ضحاياه. اعتقل لوتشمان قبل أن يتمكن من تنفيذ خططه، ويأمل مسؤولو الاستخبارات بأن تسليط الضوء على هذا الاتجاه الجديد في الإرهاب سيساعد في إحباط أي مؤامرة أخرى قبل أن يتم تنفيذها.